دلوقتي هنستضيف أكتر صياح في العالم. على مدار السنين البشر طول عمرهم بيستغلوا أي حاجة ممكن تطلع طاقة، حتى الذرة ما سابوهاش في حالها وقعدوا يستغلوا النيوترونات اللي فيها عشان يطلعوا طاقة نووية. بس معرفش ازاي غفلوا عن الطاقة الهائلة المهدرة دي، وهي طاقة الصياح. تمام، أنا أسفة على طول الدم، لكن الصياح بقى عادة عند كل البشر. طلاب إعدادي بيصيحوا عشان مواد تانية إعدادي تقيلة طلاب ثانوي والأهالي بقالهم 5 سنين بيصيحوا على نظام الثانوية الجديد. كل طالب جامعي أيا كان التخصص، حتى لو تخصص طلاء أظافر، بيصيح من الدكاترة والحضور والمتر. وطالب ثانوية عامة بيصيح عامة، يعني دي طقوس ثانوية عامة. والمشكلة في الصياح المتعلق بالدراسة إنه مش أنت لوحدك، في 20,000 واحد حرفيا قاعد نفس قعدتك، فمش من حق أي حد يحرق وقته ووقت غيره في الصياح. ما عدا طالب أولى. قصدي فين أيام لما كان الواحد بيواجه المشكلة بعدين يحلها بكل بساطة. الموضوع ده ليه عوامل كتير، بس واحد منهم هو دور الضحية. ليه أحسس نفسي واللي حواليا إن أنا مذنب، وأنا ممكن أقنعهم وأقنع نفسي إن المشكلة مش فيا. يعني المسؤولية مش ممتعة ومحدش هيحب يهز صورته وثقته قدام نفسه، لكن ده ما يمنعش إن الحاجة الأسوأ في الكون هو كونك لاعب دور الضحية. طبعا سبب كمان هو السوشيال ميديا، اللي هو بقت منصة مفتوحة للصياح كأنه جبل كله قاعد يصرخ فيه. وفي سبب كمان أنا افترضته بس شايفاه منطقي، وهو الكرتون. لا يخفى على أحد إن الكرتونات بتتسرب في المخ، وبالأخص مع الأطفال. فجيل التسعينات اللي هما دلوقتي ناس كبيرة ومش بتصيح مفروض، يعني غالبا كانوا بيشوفوا الكرتونات بتاعت سبيس تون زي ريمي اللي اتباعت واتحبست واتغربت وشحتت واتضربت وهي طفلة. يعني هل عمرك شفتها اشتكت في حلقة؟ بالعكس، دايما بشوشة. يعني من النهاردة الصراحة ريمي هي القدوة. نفس الكلام مع روميو وسالي وباقي الحقبة دي. في الناحية التانية لو بصيت على اللي بيتعرض دلوقتي، يعني سبيس تون لسه شغالة بس بتعرض مشوى الدب. جامبل لا إهانة، مع إنه كرتون جامد، لكن جامبل اللي الأطفال بيحبوه بالتالي بيتعلقوا بيه وبيقلدوه. متذمر، متنمر، عاق، وكل الصفات السيئة. مقارنة سريعة بين صفات عامر القائد المثابر المغامر القوي وصفات جامبل هتخليك مدرك بحجم المشكلة. حتى بنتن كان راجل نبيل بينقذ البشرية تحول لهذا الكائن. مش عارفة ليه حاسة ان انا بقيت من الكبار الاشرار اللي بيقولوا امسح قناة كارتون نتورك، اطفالك في خطر. لكن مش كل الكرتونات للاطفال. انا دلوقتي بشجع الكبار ان هم يتفرجوا على كرتون، يعني يا ريت. اوكي، طولنا قوي في النقطة بتاعت الكرتون. ففي سبب كمان لصياح جنريشن زي، وهو الهشاشة النفسية. خلينا صريحين، احنا نايتي اكتر من اللي قبلنا، ودكتور إسماعيل عرفة وضح الموضوع ده في كتابه الهشاشة النفسية. من أمثلة الهشاشة النفسية في جيلنا هو تكبير المشكلات وتعظيمها، وده هو موضوعنا في الفيديو ده. فبعد انتشار الوعي على الأمراض النفسية وأعراضها، والفيديوز اللي بتجيلك تقول لو عندك 5 من 10 أعراض دول فأنت مصاب بالقلق المزمن، فتقوم رحيق العذور معلقة ياه كأنه بيوصفني أنا عندي 10، وكده هي شخصت نفسها. ولو بصيت وسط اصحابك هتلاقي واحد منهم مشخص نفسه OCD، والتاني ADHD، والتالت مكتئب. ودي حاجة ممتعة الصراحة بعض الشيء، لانك هنا هترجع تقدر تلعب دور الضحية. الحاجات دي عامة مش بتتحسب كده، لان لو الاعراض مع الطلاق عن مهامك لفترة زمنية طويلة فده وقت زيارة الدكتور. فمبروك، انت دلوقتي لما تواجه مشكلة مش هتشتت نفسك وتديها اكبر من حجمها. ولو فكرت فيها، مين مهتم؟ يعني مين هيبقى متحمس او هيحب يشوف ستوري يا رب فك الدقيقة؟ دلوقتي هنستضيف أكتر صياح في العالم. عايزين نعرف ايه هي وجهة نظرك. معك حق الصراحة،
يعني أقنعتني خلاص. مررت بخاطري فكرة، عبرتي ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعتيها، أفينا البعد أم فيها؟ نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل.